يا صباح الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل قمر الدين بالفراولة وبالمشمش الكداب اللي هو الجزر. تمام. وزي ما انتوا شايفين هيطلع كده في منتهى الحلاوة والجمال. هنقول دلوقتي المقادير مع بعض. معايا كيلو من الفراولة، عليه نص كوباية من السكر، وكيلو من الجزر المسلوق عليه برضو نص كوباية من السكر، وهحط على كل واحدة نص معلقة من ملح الليمون. تمام. وهضربه بالهاند بلندر او في الخلاط. تمام كده. بالنسبة لي الفراولة دي يعني أنا حبيت أجرّب، ويعني حاسة بإن اختراع يعني. تمام. أنا بنتي بتقول لي: "أنتِ هتعملي هو في قمر الدين فراولة؟" سكِتّ كده قُلت لها: "ليه لأ؟" تمام. وقُلت أجرّب معاكم بقى، والتجربة طلعت ناجحة. تمام. إحنا حطيناهم دلوقتي في الحلة، وهناخدهم على النار، وهنفضل نقلِّب فيهم باستمرار. يعني تفضلي تقلبي فيهم باستمرار كده، معلش هنتعب شوية بس هتطلع معاكِ نتيجة حلوة أوي. تمام. أنا حطيت على الفراولة لون جل أحمر يعزّز اللون بتاعها، واللون مش مُضر خالص. تمام. لون طعام. ماشي. هنفضل نقلِّب فيهم لحد ما المَيّة السوائل اللي فيهم تختفي. إحنا ما حطيناش مَيّة خالص. بس إحنا عايزينها تتخلّص من كل السوائل اللي فيها، تتبخّر خالص. فاهمني؟ بُصّوا الجزر كده ابتدى معايا اللي هو إيه، خلاص. فأنا هاضيف له الجيلي بتاع المشمش، وده طبعًا هيدّينا النكهة. أنا دُقته. تمام. عشان في ناس اللي عملته بيقولوا إن هو مش محتاج لا روح مشمش ولا محتاج أي حاجة تانية. لأ يا جماعة، هو مِزِز من ملح الليمون، لكن طعمه جزر. تمام. لمّا ضِفت له المشمش جيلي المشمش ادّى له الطعم. تمام. كده الفراولة بتاعتنا ابتدت تدخل أهي برضه في السِوَى. يعني أنا طلّعت روح الفراولة يعتبر. تمام. لحد ما الخليط بتاعنا كده نيجي ننزّله من المعلقة، ينزل بإيه، بصعوبة شوية. فاهمني؟ إحنا هنا لمّا حطينا الجيلي مش هنخلّيه على النار كتير، يغلي كده كام غلوة وبعد كده نرفعه و ونفضّيه في الصاج بتاعنا. تمام. كده تمام أوي. الفراولة أهي كمان بقت جاهزة معانا. الفراولة ما ضفتلهاش أي حاجة، ولا جيلي ولا أي حاجة، ومش هنستخدم لا جيلاتين ولا نشا ولا أي حاجة من الكلام دي خالص. لو أنا كان عندي مشمش كنت هاتعامل معاه زي ما اتعاملت مع الفراولة، هو سكر وملح الليمون بس. فاهمني؟ بس أنا هنا الصاج بتاعي دهنته بالزيت، وحطيت فيه الجزر بتاعي أو المشمش الكداب بتاعي. تمام. وهافرده كده بالسباتولا أو بإيديكِ عادي، يعني ممكن تسيبيه يهدى شوية وبعدين تفرديه بإيدِك. تدهنيها دهنة زيت كده وتفردي بيها. بس هو كده كان جاهز أهو، جاهز معانا. هنبتدي بقى إيه، نعمل الفراولة نفس النظام. بُصّوا الفراولة زي ما باقول لكم يعني طلع روحها على البوتاجاز. بتحسي إن الكمية بتاعتها قلّت. فاهمينّي؟ بس زي ما أنتم شايفين كده فردناها زي الجزر أو المشمش الكداب، وهنغطيهم ونحطهم في البلكونة لمدة يومين. تمام. نسيبهم بقى هنسيبهم يتعرضوا للشمس. تمام. أو للهوا لمدة يومين، وهيطلعوا بالنتيجة اللي انتوا شايفينها دي هنا كده بعد اليومين. بعد ما طلعوا، بعد ما جهزوا يعني. بصوا المطة بقى والجمال. وزي ما قلت لكم ما حطيتش اي اضافات، زي ما انتوا شفتوا في الفيديو بالظبط، ما ضفتش اي حاجة والله. لا نشا ولا جيلاتين. الفراولة هي بس السكر وملح الليمون بس. ولو كان عندي مشمش كنت هعمله زي الفراولة بالظبط، لكن انا الجزر هيبقى طعمه جزر. لو ما ضفتلوش أي حاجة هيبقى طعمه جزر، واستحالة إن أنا هاكدب وهاقول إن هو مش هو قمر الدين وهو مش قمر الدين. بس كده. اللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام ودي قناتي. أتمنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم ولايك وشير للفيديو كتير.